استنينا البديل الارخص الحلقه 21 مش هتصدقني لقيت لكم ايه. عماله بدور على تنتد سان سكرين يبقى بديل فاونديشن ويكون خفيف، ما يبقاش طبقاته كتير عشان اقدر اجدده بسهوله وانا بره. الوحيد اللي كان بيديني الايفكت الخفيف ده اللي يبقى سهل على البشره هو لا روش بوزيه تنتد سان بلوك. لقيت لكم البديل، انا مش مصدقه ان ده مصري. ديرما بوند عملوها تاني يا جماعه ونزلوا لنا تنتد سان بلوك، بس ايه حاجه كده كوري. هتلاقوا فيه طبعا فيتامين سي وفيتامين اي وخلاصه الجرين تي وهايلورونيك اسيد 1% وبانثينول. وده بصراحه كان اقرب قوام للتنتد سان بلوك بتاع لا روش بوزيه. جربت احط منه بالفرشه وطبعا كان افضل، وهتحسوا ان قوامه كده خفيف وسهل الدمج جدا جدا. وانس انك بتاخدي منه كميه وتبتدي تدلكيها في الوش هو بينشف وبياخد المات فينش، فهيكون مناسب جدا لو انت كمان بشرتك دهنيه. اخدت منه حبه طبعا وقلت ادلكهم بايدي، بس كنت واخده كتير جدا. وطبعا عايزه اقول لكم